هي ولادها او بناتها بالاخص كانوا بيضايقوها جدا، وعلى طول كانت بتدعي عليهم بتقول لهم روح يا رب يجيلكم المرض الوحش. وبالفعل جالهم الكانسر والعياذ بالله. كانت بتسال الشيخ بتقول له هو انا السبب كده في ان بناتي يجيلهم المرض ده ولا ايه يا شيخ؟ ومن ناحيه تانية كان في قصه جميله جدا من القصص الحلوه والجميله بتاعت الشيخ نبيل العوضي، كان بيقول فيها ان في ولد كان بيعمل كل حاجه وحشه في الدنيا، كل حاجه، لدرجه ان ابوه كان على طول بيدعي عليه يقول له روح يا رب تفرمك عربيه او تخبطك عربيه، وعلى طول كان بيدعي عليه الدعوه دي. والولد كان فاسق والدنيا كلها كانت بتكرهه. ورحمة ربنا سبحانه وتعالى الولد يقابل شيخ في المنطقة كان في الجامع اللي جنبيهم، ويحبه جدا ويحببه في الدين ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة ان الولد ده كل الناس كانت بتكرهه. مرة واحدة الناس كلها كانت تتمنى ان يكون الولد ده ابنهم، وابوه طلع بيه السما. وفي يوم وليلة الولد ده